لو انت متقلب المزاج بشكل حاد، لو بتتعصب بسرعة وبتهدى في ثانية، وبتتضايق برضو بسرعة، وبتنسى في ثانية انت كان مالك اصلا، وتزعل لحد العزلة والاكتئاب حتى لو بسبب موضوع عبيط او مش كبير، فانت غالبا كده مش مودي او حساس او حتى برج الجوزاء. في احتمال تبقى حاجة منهم او التلاتة مع بعض، بس ممكن كمان تبقى مصاب ببايبولر ديسوردر او الاضطراب ثنائي القطب، او اللي كانوا بيسموه زمان بالاكتئاب الهوسي. المتلازمة دي او المرض ده تعريفه انه حالة مرضية عقلية بتسبب تقلبات مزاجية شديدة جدا تشمل الارتفاعات والانخفاضات العاطفية، بالاضافة لنوبات من الهوس والهلع والاكتئاب الشديد. والنوبات دي اعراضها بتبقى خطيرة زي اليأس والرغبة في البكاء بشكل هستيري، وفقدان القدرة على النوم او النوم لفترات طويلة جدا، والذهان والتهيؤات، وفقدان الطاقة او الرغبة في فعل اي شيء. ده غير التردد واتخاذ قرارات اندفاعية، ده غير الشعور بالذنب وانعدام القيمة أو حتى التفكير في إنهاء الحياة. بس في برضه متلازمات نفسية تانية واضطرابات ممكن الشخص ما يبقاش عارف إنها مرض نفسي وفاكرها مشكلة عادية أو يمكن مش شايفها أصلا.